السلام عليكم يا أحلى متابعين. النهاردة معانا مغامرة جديدة مختلفة شوية. قصة ملاكم سابق بقى عميل سري علشان يحمي ابن الرئيس. في الأول كان فاكر إن المهمة سهلة وإنه مجرد ولد صغير ملوش أعداء ولا في مخاطر حواليه، بس بيطلع غلطان وكانت المهمة أصعب مما يتصور. يا ترى بقى إيه الصعوبات والمخاطر اللي واجهته؟ ده اللي هنعرفه مع بعض، بس خلونا قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تبخلوش علينا باللايك والشير علشان تدعمونا ونكبر بيكم إن شاء الله. ويلا نبدأ حكايتنا. بيبدأ فيلمنا في البيت الأبيض مع بطلنا لوك ابن الرئيس، واللي كان بيحميه مجموعة كبيرة من الحراس، وكان المسؤول عنه بشكل مباشر والحارس الأول للوك هو العميل وودز. بس وودز ما كانش بيطيق لوك ولا بيعجبه تصرفاته، لأنه ما كانش ولد عادي وبيسمع الكلام بسهولة. ده كان مجننه طول الوقت وبيعمل التصرفات اللي بتغيظه، حتى لما بيكون وراهم مواعيد والتزامات لوك بيتعمد إنه يأخرهم. في الوقت اللي كان العميل سميث مع باقي قوات الشرطة بيأمنوا المول، فسميث لما بيركن العربية قدام المول واحد من حراس الأمن بيجي يقول له إنه ما ينفعش يركن هنا أبدا. فسميث بيتعامل معاه وبيقنعه إنه تبع المخابرات في مهمة سرية وما ينفعش يقول له عليها أبدا، وبيقنعه إنه يحمل العربية طول اليوم علشان مصلحته، وحارس الأمن بيصدقه وبيقف يحرس العربية. أما بالنسبة لطفلنا بقى فهو كان بيتعمد يتأخر، يعني مثلا لما بيجي يفطر ببطء جدا مع إنه عارف إن عنده ميعاد مع مامته، وساعتها مامته بتيجي تزعق إنه اتأخر عليها، فلوك بيرمي اللوم على وودز وإن هو اللي معرفوش الميعاد بالظبط. وقتها كان سميث ساب شغله ومهمة تأمين المول وراح يشتري الدوناتس، والباقي كان خايف منه مرعوب علشان فاكره من المخابرات السرية. وقبل ما سميث يتهنى على الدوناتس وياكلها بيجي المدير بتاعه بيزعق له علشان سايب شغله ورايح ياكل، وبيهدده انه ممكن يخسر شغله بالطريقة دي وعمره ما هيوصل لحراسة الرئيس زي ما بيحلم. في الوقت ده كانت السيدة الأولى وصلت هي ولوك المول، وقبل ما بتنزل من العربية بتحذره وبتنبهه إنه يسمع الكلام ويعدي اليوم ويتصرف حلو وبلاش يحرجها قدام الناس. ولوك كان متضايق لأنه بيضطر يلبس بدل طول الوقت ومش عايش حياته بشكل طبيعي زي أي ولد في سنه، خصوصا إنه في مرحلة المراهقة وبقى في الثانوية، ولغاية دلوقتي مش عارف ياخد قرار لوحده ولا يعمل أي حاجة هو بيحبها من غير القيود اللي حواليه. وبعدها بيدخلوا المول، ولما لوك بيشوف مجموعة من الولاد بيجربوا ألعاب الفيديو كان عايز يروح يلعب زيهم بس مامته بترفض، وودز بيخليه يمشي غصب عنه، وبيدخلوا محل البدل. وساعتها مامته بتطلب من وودز انه يتخلص من الصحفيين والكاميرات وانه يخلي لوك يدخل يقيس الهدوم. ولما وودز بيشده وبيدخله غصب عنه مامة لوك بتزعق له وتمشيه وتقول له ان دي مش طريقة يعامل بيها ولد صغير. وساعتها سميث بيتدخل وبيجري يبعد الكاميرات عن لوك، والموقف ده بيخليه يكسب استحسان المدير بتاعه، وكمان رئيس الحرس الجمهوري بيطلب يقابله. ولما بيشوف الملف بتاعه بيلاقي ان سميث مش بيلتزم بالبروتوكول والقواعد، لا بيلبس السماعات طول الوقت ولا الدرع الواقي من الرصاص. لما القائد بيسأل عن السبب سميث بيطلع له حجة لكل حاجة، بس القائد بيتغاضى عن كل ده لأنها حاجات بسيطة وبيعينه حارس شخصي في البيت الأبيض. وأول ما سميث بيسمع القرار ده بيفرح وبيفتكر إنه هيكون حارس للرئيس شخصيا، بس بيتفاجئ إنه هيكون حارس للوك ابن الرئيس، فبيتصدم. ولما بيحاول يقول له إنه مش عايز يحرس ولد، القائد بيزعق له وبيقول له إنه ده مش طلب وما عليه إلا إنه ينفذ الأمر وبس. وبعدها سميث بيروح على البيت الأبيض علشان يبدأ يستلم مهام شغله، وساعتها من أول تعامل ليه مع لوك بيعرف إن المهمة دي مش هتكون سهلة أبدا. أصل لوك بيطلع الأفعى الأليفة بتاعته من القفص ويضايق بيها سميث لما بيلاقيه خايف من التعابين، وفي اللحظة دي بيدخل والد لوك ومامته، فسميث بيلحق نفسه بيشيل الأفعى غصب عنه علشان يرجعها القفص وهو هيموت من الرعب، لأن الأفعى كانت بتلف على رقبته ومش عارف يحطها في الصندوق. في الوقت اللي كان الرئيس بيتكلم مع لوك وزعلان منه بسبب التصرفات اللي عملها النهارده وتسبب لهم في الحرج ده، ومامته بتجبره انه ياخد الكلب بتاعه ويخرج يمشيه في الحديقه، وبتقوله انه لازم يتحمل مسؤوليته طالما اختار انه يحتفظ بيه. وبعدها بشويه لوك بياخد الكلب ويخرج الحديقه، وسميث بيروح وراه يدور عليه. في الوقت اللي كان الكلب راح عند السور والانذار بيضرب في لحظه لما الكلب بيعدي على اشعه الليزر اللي حوالين القصر، وفي لحظه كان الحراس والشرطه والمخابرات في كل مكان. ولما بيلاقوا انه لوك كله بيرجع مكانه تاني، لما سميث بيداري على لوك ويقول لهم انه كانوا بيلعبوا سوا، الحكايه بتعدي. بعد شويه كان لوك سهران على الكمبيوتر بيتكلم مع حد صديقه على النت، وطبعا كل واحد منهم كان باسم مستعار ومحدش يعرف حقيقه التاني. وبيجي سميث ويشوفه وبيحذره من انه يقول لاي حد حقيقته انه هو ابن الرئيس، فلوك بيقول له انه بس بيحاول انه يتصرف طبيعي زي اي ولد في سنه وما يعملش حاجه غلط. وبعد ما لوك بينام سميث بيروح يسهر وبيقابل وودز، وساعتها بيعتذر له وبيقول له انه ما خدش وظيفته وهما اللي كلفوه بيها. بس وودز بيقول له انه مش زعلان، بل بالعكس مبسوط انه خلص من لوك اللي كان رافع له ضغطه طول اليوم. وتاني يوم سميث بيروح مع لوك المدرسه وبيحضر معاه الحصص كلها، وهنا مش بيستنى بره الفصل، ده مش بيسيبه لحظه واحده وما غابش عن عينيه وفضل قاعد معاه في الفصل لنهايه اليوم. واول ما المدرسه لورينس بتدخل الفصل بترحب بيه، بس كان روبرت ولد زميل لوك بيتريق عليه علشان وهو كبير كده رجع المدرسه من تاني. المهم ان بالليل بقى كان في حفله والرئيس وعيلته بيحضروها، ولوك استحاله كان يعدي الحفله دي على خير، فهو بيجهز بياخد شنطته معاه. ولما سميث بيساله عليها واخدها معاه ليه، لوك بيقول انه جايب واجباته معاه علشان على ما الحفله تخلص يكون عملها.
بس الحقيقة إن كان اللي في الشنطة دي الأفعى الضخمة، وكان بيضحك على سميث. ولما بيروحوا الحفلة سميث بيشوف الأفعى على الأرض بين الناس، فكان لازم يتصرف بسرعة جدا، فبيتسحب وبيستخبى تحت البوفيه وبيحاول إنه يشيل الأفعى قبل ما تلف على رجلين الناس. بس اللي كانت على رجليها بتشوف الأفعى وبتصرخ، والدنيا كلها بتتقلب والحفلة بتبوظ والقاعة بتتدمر لما الكل بيطلع يجري، والحرس بيفتكروا إنه ده تهديد إرهابي للرئيس. وطبعا اللي بيشيل الليلة كان سميث، بس بتعدي في النهاية. وتاني يوم بقى في المدرسة كان سميث مع لوك كالعادة، وفي الفسحة بيسيب لوك يقعد لوحده علشان يحس إنه عادي زي باقي زمايله اللي من غير حراسة 24 ساعة. وساعتها روبرت بيجي يتكلم مع لوك ويتريق عليه، والاتنين بيتخانقوا سوا. كل ده وسميث واقف يتفرج ومش بيتدخل ولا بيقول له حتى انت بتعمل ايه، علشان يرد له الموقف بتاع الحفلة امبارح. وفي نفس الوقت هيشوفه هيتصرف ازاي لما يكون لوحده، وازاي هيعرف يدافع عن نفسه. بس اللي بيحصل ان روبرت هو اللي بيضرب لوك وبيخلي وشه ينزف، فسميث ساعتها بيجري عليه لما بيلاقي الكل اتجمعوا حواليه. ولوريانس لما بتشوف الموقف ده بتزعق لسميث وتقول له ان المفروض يحمي لوك، بس سميث بيرد عليها ويقول لها انه ادرى بشغله، وبعدين هو اللي طلب منه انه يديله مساحه ويبعد عنه شويه، وان اللي كان محتاجه اخده فعلا. ولما بيروح يركب العربيه لوك بيساله هو ليه ما اتدخلش علشان يحميه، فسميث بيقول له ان وظيفته انه يحميه من الارهابيين والمجرمين، مش من ولد عنده 14 سنه بيتخانق معاه خناقه عاديه زيه زي اي حد طبيعي. وبيقول له ان المفروض يتعلم الملاكمه علشان يعرف يدافع عن نفسه. وبعدها لما بيرجع البيت ومامته بتشوفه بالوضع ده بتاخده وبتجري علشان تقابل الرئيس، وبتعطل اجتماعه مع قادة الجيش كلهم. وساعتها بيعاقبوا لوك لانه اتورط في المشكله دي، وساعتها بيقولوا له انه هيفضل متعاقب وممنوع من الخروج من البيت شهر بحاله على ما يسافروا ويرجعوا. واول ما لوك بيعرف ان امه وابوه هيسافروا شهر بحاله من غيره بيتضايق ويغضب ويجري على اوضته. ولما سميث بيروح وراه مش بيلاقيه في الاوضه، ولما بيدور عليه بيلاقي باب سر عند الدولاب، لما بيدخل منه بيلاقي نفسه في انفاق تحت القصر. وساعتها بيلاقيه منهار وزعلان جدا وبيخطط انه يهرب كمان. فسميث بيهديه وبينصحه وبيقول له انه لو فاكر انه حظه وحش زي ما بيقول يبقى غلطان جدا، لان كل واحد في الدنيا بيكون حياته مختلفه بسبب ظروفه اللي نشأ فيها. وابسط حاجه يحمد ربنا ان امه وابوه عايشين وبيحموه، مش زي اولاد كتير يتيتموا او ما يعرفوش اهلهم راحوا فين، وكان لازم انهم يعافروا في الدنيا من اول ما وعيوا عليها. وسميث تاني يوم بيروح يشتري سلسله فيها جهاز تعقب، وبيرجع يديها للوك ويقول له ما يقلعهاش ابدا. ولوك بيفرح بيها لانها كانت اول هديه حد يفتكره بيها من غير سبب ولا مناسبه. في المدرسه لوك بتقابله واحده زميلته هو معجب بيها اصلا، وبتعزمه انه يخرج معاها هي واصحابهم ويروحوا سينما بالليل، بس هو بيرفض لانه متعاقب وما ينفعش يخرج من غير اذن مامته وباباه، وطبعا هو بيرفض غصب عنه. ولما بيرجع البيت بيلم حاجته في شنطته وكان عاوز يهرب، بس سميث بيلحقه، ولان لوك صعب عليه بيقول له انه هيخرجه بشرط انه ما يقولش لاي حد على اللي هيعملوه، وكمان ما يحاولش انه يهرب منه تاني. وعشان ما حدش من الحراس يعرف انهم خرجوا وتحصل مشكله، لوك بيعمل برنامج في الكمبيوتر بيسجل عليه صوته بجمل معينه، لو حد دخل يكلمه الكمبيوتر يرد كأنه هو موجود بنفسه ومحدش ياخد باله من غيابه. وباقي الخطة كانت على سميث اللي كان محضر له شنطة فيها لبس مختلف عن الستايل بتاعه بيخليه يلبسها علشان شكله يتغير، وفعلا محدش بيعرفه وبيفتكروه واحد صاحب لوك. ولما داش الحارس التاني بيروح معاهم علشان يوصلهم ويتفاجئ ان ده لوك مش واحد صاحبه ولا حاجة، كان هيرجع بيهم تاني على البيت، بس لوك بيهدده انه هيقول ان دي كلها كانت فكرة داش، وساعتها هيتفصل من شغله علشان خالف الاوامر. واللي احسن له دلوقتي عشان الكل يستفيد ومحدش يخسر انه يجاريهم وما يقولش لحد على الخروجه دي، وفعلا ده اللي بيحصل. وسميث وقتها بياخد لوك على صاله الملاكمه اللي كان بيتدرب فيها زمان، واول ما المدرب بيشوفه بيرحب بيه وبيتفاجئ ان شافه بعد السنين دي كلها، وبيطلع ان سميث كان بطل ملاكمه سابق وانه فاز بالميداليه الذهبيه في اخر بطوله شارك فيها، وكان معروف عنه قوته ومهارته. وبعدها بيدخل مع لوك يفرجوا على المكان ويبدا يدربه بنفسه على الملاكمه، وواحد من الشباب بيجي يساعده وهو بيدرب لوك، وساعتها بيطلب من سميث انه يوريه قوته. في الاول ما كانش سميث راضي، بس اول ما بيديله بوكس بيطيره في اخر الصاله من قوته، وبيرجعوا القصر وبيدخلوا باعجوبه من غير ما القائد ياخد باله انهم كانوا بره طول اليوم. وفي الفتره دي سميث بيواظب مع لوك على التمرين وبيخليه ينتقل لمستوى تاني خالص. وفي يوم في المدرسه كانت البنت اللي لوك معجب بيها بتروح تقعد وتتكلم معاه، وساعتها كان سميث واقف بعيد علشان يخليه على راحته، والبنت بتعزم لوك على عيد ميلادها. ولما بيرجعوا البيت لوك بيطلب من سميث انه يروح معاه عيد ميلادها، وبيترجى انه يوافق ويخليه يروح. فسميث بيرفض في الاول لغايه ما لوك بيهدده انه هيقول لمامته وباباه ان سميث كان بيدربه على الملاكمه من وراهم، فبيضطر سميث انه يوافق وبيروح معاه صاله التزحلق اللي كانت البنت عامله فيها حفله عيد ميلادها. وعشان يفضلوا في الحفله من غير ما حد يعرف لوك بيتنكر، وسميث بيلبس الزي التنكري بتاع الحفل وما كانش عارف يشوف منه اي حاجه. وبعد ما بيقعدوا شويه سميث بيطلب انهم يمشوا بقى، بس لوك بيزقه على ساحه التزحلق ويخليه يلبس في حيطه بما انه مش شايف حاجه، وبيقع على التورته بتاعه البنت يدمرها. وتاني يوم كان الرئيس وزوجته رجعوا من السفر، ولوك بيستأذنهم انه يخرج مع اصحابه ويحضر الحفله الراقصه. ابوه بيوافق بسهوله مش زي ما كان فاكر، والرئيس لما بيقابل سميث بعدها بيشكره وبيشجعه على اللي بيعمله مع لوك لانه خلاه يتغير تماما وبقى اسلوبه احسن من الاول. ولما كان سميث خارج من مكتب الرئيس بيقابل سوني بونو واحد من اعضاء الكونجرس واللي كان زمان مطرب معروف، وسميث كان من فانزاته وكان بيحبه جدا وحافظ كل اغانيه.
وبيرحب بالراجل جدا ومبسوط ان قابله، بس سوني بيخلع منه علشان يدخل يقابل الرئيس. وتاني يوم لما داش وسميث كانوا بيوصلوا لوك للمدرسه بيعرفوا منه انه هيروح الحفله، فبيشجعوه انه يعزم كايتي انها تروح معاه، بس لوك ما كانش راضي لانه ما بيعرفش يتكلم معاها. فاول ما بيقف قصادها لسانه بيتعقد ومش بيعرف يجمع جملتين على بعض، فالاتنين بيتصرفوا وبيدوا له واحده من سماعاتهم وبيخلوه يروح عندها يتكلم معاها، وهم هيملوه يقولوا له يقول ايه بالظبط. وفعلا لما بيسالها بعد التردد تروح معاه الحفله بتوافق على طول، ولوك كان فرحان جدا انها وافقت، وبيفضل طول اليوم يستعد للحفله. وبعد ما كان خلاص ماشي سميث بيلاقيه قاعد تاني وهو محبط ومتضايق علشان هيروح حفله راقصه وهو اصلا ما بيعرفش يرقص. فسميث ساعتها بيعلمه كام حركه من بتوعه، وكانوا خلاص ماشيين. بس في الوقت ده المخابرات بتشك في شنطه سابق جنب سور البيت الابيض وفاكرين ان فيها متفجرات، وساعتها علشان يامنوا المكان وعائله الرئيس بيمنعوا خروج اي حد، والقائد بيبلغ لوك انه مش هيعرف يخرج ولا يروح في حته. بس سميث بياخده ويخرجه من غير ما حد يحس وبيروح الحفله. ولما روبرت بيتخانق معاه المره دي، لوك بحركات الملاكمه اللي سميث علمها له بيضرب روبرت ويوقعه على الارض من قوه الضربه، في الوقت اللي كان الحراس في القصر عرفوا انه مش موجود. وفي دقايق كانوا في الحفله، وبينه هو بياخدوا لوك وبيرجعوا على البيت الابيض تاني بسرعه. وفي المره دي لوك بيتحبس في اوضته متعاقب وبيمنعوه من الخروج من البيت خالص. اما سميث بقى بيخسر وظيفته علشان خالف التعليمات وعرضه للخطر، وساعتها لوك بيقعد يتكلم مع صاحبه اللي بيكلمه على النت طول اليوم، وصاحبه الغامض ده بيساعده انه يفك الجهاز ده من على ايديه ويخرج من البيت من غير ما حد يشوفه ولا يتتبعه. وفعلا لوك بيقدر يقلع جهاز التتبع ويلبسه للكلب بتاعه وياخده معاه ويمشيه في طريق معاكس علشان يلخبط الحراس وما يعرفوش هو فين. وفعلا خطته بتنجح وبيروح بعدها للمول لانه كان بيتفق مع صديقه الغامض انه يقابله هناك. وعلى ما بيجي كان لوك راح يجرب العاب الفيديو والعالم الافتراضي، وقتها كان حرس الرئيس والمخابرات حددوا مكان جهاز التتبع ووصلوا للكلب، والمشكله كبرت لانهم ما كانوش لاقيين لوك. وهنا سميث بيجي لما بيعرف من داش اللي بيحصل، وبيشغل جهاز التتبع بتاع السلسله اللي اداها لوك وبيعرف انه في المول، فبيروح على هناك على طول ويدور عليه في كل مكان هو وصاحبه اللي باع له السلسله، وكان معاه جهاز الجي بي اس. بس كان في مشكله ان الاشاره كانت ضعيفه لان كان في حاجه بتشوش على الاشاره، وده لان لوك كان وقتها في اللعبه الافتراضيه. وعلى ما بيخلص ويطلع من اللعبه بيلاقي وودز في وشه وبياخده بالعافيه، اتاريه هو صديقه الغامض اللي كان بيكلمه على النت طول الوقت، وكان بيستدرجه بره البيت الابيض علشان يخطفه وينتقم منه بسبب انه خسر وظيفته وكان السبب في تدمير حياته. وفي اللحظه دي كان سميث شافه وطلع يجري وراه في الزحمه علشان يلحقه قبل ما يعمل في لوك حاجه ولا يخرج من المول وما يعرفوش يلاقوه بسرعه، فبينط من الدور التاني اسرع مما ينزل على السلم. وساعتها وودز بيضرب نار على سميث، واول ما خزنه المسدس بتفضى لوك بيبعده عنه وبيحاول يهرب، وسميث بيهجم على وودز وبينزل فيه ضرب لغايه ما بيوقعه في النافوره وبيجري يطمن على لوك. بس وودز كان معاه مسدس تاني صغير مخبيه في الشراب، فبيطلعه بسرعه وبيضرب رصاصه على لوك، بس سميث بيطير قدامه وبيفاديه والرصاصه بتيجي في كتفه هو. وداش كان وصل في اللحظه دي وبيضرب وودز بالنار يقتله وينهي الموضوع. وبعد ما اتعرفت شجاعه سميث بيترقى وبيبقى من الحرس الخاص بالرئيس، بس سميث بيرفض الوظيفه دي وبيقرر انه يفضل الحارس الخاص بلوك. وفي اخر مشهد في الفيلم بنشوف لوك واخيرا حياته اتغيرت وبقى حر اكتر من الاول، وبيلعب ماتش هوكي مع اصحابه في ساحه البيت الابيض. واخيرا قدر لوك انه يعيش حياه طبيعيه زي باقي الاولاد اللي من سنه، وده طبعا بمساعده العميل سميث اللي هو اصلا ما كانش حابه من البدايه. وهنا بنتعلم اننا لازم ندي فرصه للي قدامنا لانه ممكن يكون الوحيد اللي يقدر يساعدنا زي ما حصل مع لوك. وبكده يخلص فيلمنا وحكايتنا النهارده. ما تنسوش الدعم باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد.